لما اكون راضيه عنهم كده وعايزه ادلعهم، هي ما فيش غيرها وصفه الدلع والروقان، القشطوطه يا جماعه. وفي برضه حد يقول لي قشطوطه لا، بجد يا جماعه طعمها خطير جدا، بتدوب دوبان كده في البق. والنهارده حبيت اجدد واعملها لهم في طواجن، وكمان عشان اقدر ازينها بطريقتين، زينتها بالمانجا والكراميل. بجد يا جماعه الاتنين احلى من بعض، حاجه كده فوق 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 الخيال. وطريقتها بسيطه ومقاديرها كمان سهله وبسيطه، بجد يعني اسهل بكتير وارخص بكتير من انك انت تجيبيها جاهزه من بره. تعالوا بسرعه نسمي الله ونشوف مع بعض هنبدا ازاي. عندي هنا 4 حبات من البيض، البيض ده بلدي يعني بيض صغير. لو هتستخدمي بيض احمر او ابيض استخدمي 3 بيضات بس. هنزل عليهم بكوبايه من السكر البودر، وضروري يكون السكر هنا ناعم عشان ما ياخدش معاكي وقت كتير في الضرب. عليهم معلقه كبيره ونص من النشا. كمان عندي هنا كوبايتين من الدقيق مخصص للكيك نخلته كويس جدا. يبقى عندي كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقه صغيره من الكيك شيف او بيكنج باودر زي ما انت عايزه. وكمان عندي معلقه كبيره من الخل، ونص كوبايه من الميه، دي ميه عادي خالص من الحنفيه، ومعلقه كبيره من محسن الجل. وده السر بتاعنا النهارده، هيديكي كيكه هشه جدا وفلافي وخفيفه. بصوا يا جماعه في منتهى الجمال، من غير بقى لبن ولا زيت ولا اي حاجه خالص. طبعا ضربت الكلام ده كله مع بعضه مره واحده كده بالخلاط بالمضرب، على ايدك زي ما انت عايزه، لغايه ما يبقى معاكي بالشكل ده. تحسي كده ان قوامه فيه منقار كده، وقوامه متماسك شويه وكريمي جدا. هنجيب بقى الطواجن بتاعتنا ودهنتها كده مسحه بسيطه من الزيت. اي طاجن زي ما انت عايزه براحتك، لو مش عايزه تستخدمي الطواجن حطيها بقى في صينيه مقاس 26. وفي الوقت ده الفرن عندي كانت سخنه على 180، الشبكه في الرف الوسطاني. لازم تكون الفرن سخنه من اول ما تبداي تشتغلي في الكيكه بتاعتك. عشان اسهل بس احط كده الكيكه بسهوله في الطواجن بتاعتي، حطيتها في كيس حلواني ونزلتها بالشكل ده. بتحطي تلت الطاجن بس، ما بتكتريش عن كده، عشان طبعا لسه في طبقتين تاني هنحطهم، في طبقه كريمه في طبقه المانجا او الكراميل. فاعملي حساب الموضوع ده. عايزه اقول لكم ما شاء الله الكميه كانت حلوه جدا ورمت معايا كتير قوي. انا طلعت تقريبا كل الطواجن اللي كانت موجوده عندي. بعد ما دخلتها الفرن بتاخد معاكي في الفرن تلت ساعة او نص ساعة حسب بقى حرارة الفرن. انا مش محتاجة خالص يكون لونها احمر ولا الكلام ده كله خالص. لو سبتها تستوي عن كده هتنشف معاكي. طبعا اختبرتها بالخله طلعت معايا مستويه ونضيفه وكل حاجه تمام. بعد كده طلعتها على الرخامه زي ما انتم شايفين، بغطيها كده تهدى شويه على الرخامه. مش عايزاها تبرد خالص، انا محتاجاها تكون دافيه. فبغطيها كده بفوطه نضيفه ربع ساعه بس مش اكتر. بصوا شايفين الكيكه يا جماعه فلافي خالص ازاي، وبصوا يعني فيها مسام كده، وخفيفه جدا جدا. طبعا دي كيكه اسفنجيه زي ما قلت لكم، ما فيهاش بقى لا زيت ولا سمنه ولا زبده ولا لبن ولا اي حاجه خالص. قلبتها زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده في نفس الطاجن بتاعها، علشان تكون مسامها مفتوحه كده وتشرب بقى اللبن اللي احنا هنضيفه لها دلوقتي. الكميه دي كلها هحط عليها 3 كوبايات من اللبن، عليهم معلقتين كبار من السكر، باكت من الفانيليا السايله او البودر، وهنحط عليهم معلقتين كبار من القشطه. القشطوطه يبقى قشطه، لازم بقى تخليها دسمه كده وغنيه شويه. هنقلبهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده. نسيت اقولك ان اللبن بيكون دافي والكيكه بتاعتك كمان دافيه، الاتنين دافيين. ما ينفعش يكون اللبن او الكيكه سخنين قوي علشان ما تعجنش منك، ولو اللبن بارد او الكيكه بردت معاكي اللبن مش هيتشرب كويس. فلازم الاتنين يكونوا دافيين. وبوزع اللبن اللي موجود معانا بالتساوي زي ما انتم شايفين كده على الكميه كلها الموجوده قدامي. بصوا يا جماعه الكيكه بتبقى عايمه كده في اللبن. انا محتاجاها تكون كده عشان تبقى طريه جدا جدا، هي القشطوطه كده يا جماعه. هسيبها بقى كده ربع ساعة تتشرب على جنب، نكون بنحضر بقى الطبقة التانية. عندي بقى هنا كوباية من الكريمة، وعايزة اقول لكم الكمية دي كانت كتيرة قوي، يعني حطي نص كوباية بس من الكريمة. طبعا كريم شانتيه خام، انا كنت حاطة الكوباية دي عليها كوباية ونص من المية. وحطيت عليها تلت كوبايه من السكر، سكر عادي خالص كده كده هنضربه دلوقتي. وكمان معلقتين كبار من القشطه اللي هي وش اللبن. وحطيت عليها كمان فانيليا وضربتهم كويس جدا لغايه ما بقى معايا قوام متماسك زي ما انتم شايفين بالشكل ده. فضيته كده في كيس الحلواني وهبدا انزله زي ما انتم شايفين بالشكل ده. عايزه اقول لكم كيس الحلواني بيسهل عليك الشغل جدا وبيخلي الموضوع نضيف كده ورايق اكتر. وكمان بيوزعهولك بالتساوي زي ما انت شايفه بالشكل ده. زي ما قلت لك كميه الكريم شانتيه اللي انا عملتها، انا كنت عامله كوبايه من الكريم شانتيه، كانت بزياده. حطي نص كوبايه بس او كوبايه الا ربع. بظهر المعلقه هبدا كده بساوي شكلها، علشان بس لما اجي احط التوبنج الاخير سواء بقى الكراميل او المانجا تكون شكلها حلو كده، ما يبقاش شكلها مش متساوي وشكلها مش هيبقى لطيف. ولو حسيت ان بقى ان الكميه زايده شويه ولا حاجه بفضي شويه كده وبشيل منها، عشان يكون في مكان للتوبنج التالت.
آخر حاجة بقى هنحطها، طبعًا الكمية دي كانت كتيرة زي ما قُلت لكم، طلّع ما شاء الله معايا كمية حلوة أوي، فعملت نُصّها بالكراميل ونُصّها التاني بالمانجا. طبعًا ده صوص الكراميل الاقتصادي اللي إحنا عملناه مع بعض في القناة من غير زبدة، من غير كريمة، طعمه حلو جدًا، جدًا وغني جدًا، جدًا. هتلاقوه موجود عندكم في القناة وممكن كمان أحط لكم اللينك بتاعه في الكومنتات. بعد بقى ما حطيت صوص الكراميل، عملت كده عليها خطوط كده بالكريمة رفيّعة أوي، ورُحت وجيت كده عليها بالخلة عشان تدّيني الشكل المتعارف عليه للقشطوطة أو الشكل الكلاسيكي للقشطوطة. خلصنا بقى نص الكمية بتاعتنا بالكراميل، هنيجي بقى للمانجا. طبعا مفيش مانجا دلوقتي في السوق، المانجا دي انا كنت مفرزاها عندي، فلو عندك مانجا طلعيها واستخدميها. طبعا بما انها مانجا متفرزه فمش هينفع استخدمها قطع ولا شرايح، فانا ضربتها كده بالهاند بلندر، نعمتها خالص زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبدات اخد بقى كده على كل كميه كده، حطيت كده معلقه او اكتر حسب بقى يعني حجم الطاجن بتاعك، وسويتها خالص كده بظهر المعلقه. طبعًا عشان كان عندي كمية كبيرة من الكريمة متبقية، فأنا رُحت عاملة بقى روزيتات زي ما أنتم شايفين كده بالكريمة على حوالين الطاجن، طبعًا ادّتني شكل حلو جدًا، جدًا. وبرضه عملت خطوط كده رفيّعة في النُص، وبرضه بالسكينة كده أو بالخلة رُحت وجيت كده وادّتني شكل حلو أوي. أهم حاجة بقى دلوقتي بعد ما تخلّصي تزيين، دخّليها التلاجة ساعتين، تشرب بقى من بعضها والكريمة والكيكة والكراميل، وتدّيكِ طعم كده بُصّوا دايبة دوبان يا جماعة، بجد خطيرة جدًا، جدًا. وكمان بقى لو باتت معاكِ لتاني يوم والّا ليلة في التلاجة، يا خبر! بتكون أحلى بكتير. بجد كان طعمها جميل جدًا، وتكلفتها مش حاجة خالص يا جماعة بالنسبة اللي بنجيبها من برّه. الطاجن الواحد ده بيعمل من برّه ب60 جنيه، 70 جنيه، 80 جنيه كمان حسب المكان. شوفي إحنا بقى عملنا الكمية دي كلها اللي موجودة قدامِك ما كلفتناش 100 جنيه، بجد يا جماعة وأقل من 100 جنيه كمان. كفاية إن هي حاجة نضيفة معمولة بإيدينا وبجد تحفة جدًا، وممكن تعملي منها مشروع وتكسبي منها، بجد حاجة مربحة جدًا، جدًا. وده بقى طاجن المانجا، بجد ده بقى في قلبي، بجد سهلة وسريعة وبسيطة جدًا وطعمها خطير، وجربيها لولادِك وفرحيهم بيها.